اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفيع إلا أن له شرف على مجده وسماه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة، تولد ذلك لشرف عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وجعته فلم أنشب أن خشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. وأصفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بالي حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه. وأن عين عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تشابكت إلى رضاعه المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في خزانة هذه الذات فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وخزانة السيدة حليمة. وحين لاخذته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن خذها من الكرامة عند الله خذ موفور. فكانت عليه خلو الأمهات على البنين ورغبت في رضاعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين. فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة. فجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها. فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله مخفوفة وبعين عنايته منظورة. فساهدت في
طريقها من غريم المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات، فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان، ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان، وقد درد الشارب والسياق من الألبان بما خير العقول والأذهان، وبقي عندها في خزانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزته ما تقر به العين، وانتشرت أسراره في الكونين، حتى وجدوا ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام، وهو يرأى الأغنام، فاضجعوه على الأرض إذ جاء تشريف، وشقوا بطنه شقا لطيف، ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوا وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوا، وما أخرج الأملاك من قلبه أذى، ولكنهم زادوه طهرا على طهر، ومع ذلك في قوة وثبات، يتصفق من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات، فبالغ إلى مرضية الصالحة العفيفة ما حصل على ذات الشريفة، فتخوفت عليه من خديش تخشى، ولم تدر أنه ملاحظة بالملاحظة التامة من مولاه، فردته إلى أمه وهي خير سخية بفراقه، ولكن لما قام ما من حسن القلب عليه واشفاقه، وهو بحمد الله في حسن مانئ ومقام كريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنجا صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف، يخوف من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف، فكان يزب في اليوم شباب الصيب في الزار، ويظهر عليه في سباه من زرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر، ولم يزل وعنجم صعوده طالعة، والكائنة لعهده هابطة ولأمره طائعة، فما نفث على مريض إلا شفاه الله، ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه، حتى بلغ من العمر أشده، ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة، فاجته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده، فنزل عليه الروح الآمين بالبشرى من رب العالمين، فدل عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكام قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فما عظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان مدرة الامتنان إلى هذا الإنسان، وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم،
من حضرة الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ فدعا الخلق إلى الله على بشيرة فأجابه بالإذعان من كانت له بشيرة منيرة وهي إجابة سبقت بها العقديات والأقدار تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وعقبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات فمنها تكثير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجذع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وشقي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين ونلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي خص الله بها أشرف الرسول معراجه إلى حضرة الله بر الوصول وظهور آية الله باهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات وما فوقهن بإشراق نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وما هو أمين الجبريل إلى حضرة ملك الجليل مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولا جهة إلا وبضره أهلها بالترهيب والتكريم والتعهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله والشرف منزلته لديه حتى جاوز السبع انتباك وصل إلى حضرة الإدلاك نزلت من الحضرة الإلهية غامر النفحة الكربية ووجاهده بالتحيات وأكرمته بالجزيل العديات وأولده جميل الهبات ونادته بشرف التسليمات فأنت أن أثنى على تلك الحضرة بالتهيات المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرة وتجليات عالية في الحضرة باهرة تشهد فيها ذات الإمداد وتلقاها عواطف الرحمات وسوابق الفيوضة بأيدي الخضوع والعهبات رتب تسكت الأمان يحسرى دونها ما وراءهن وراء أقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سره ما أقال واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة حسست بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولده من عواطفها الرحمات ما يعجز عن حمله الثقلان وتلك المواهب لا يجسر القلم على سر حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها أسرت بها العطرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الإدلاع على مستورها والإحاطة بالشهود نورها فإنها حضرة جلت على النظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين
المرسلين صلى الله عليه. فهنيئا للحضرة المحمدية ما وجزها من عطاء الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرفت الأسماء بأحباب هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرام في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم للناس محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرم الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية الخلاق فليقابل السامع ما أمليه عليه من شرف أهلك بأذون وائية فإنه سوف يجمع من أوصاف الحبيب على رتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأهلكه بشر ولا يكف أحد من أسرار الحكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية العزلية طبعته على أهلك سنية وأقامته في الهسورات حسنة البدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بخمرة واسع الجبين حسنه الشعر بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في المفاصل وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه بمحاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلق الله على أجمل الصورة فيها جميل محاسن محصورة ولها مغسورة إذا تكلم نصر من المعارف والعلوم نفائس الضرار ولقد أوتي من جوامع الكلم على ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر تتنزل العيون في حدائقها محاسن جماله فلا تجد محلوقا في الوجود على مثاله سيد ضحكم التبسم ومشي الهوين ونوم الإخفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير مهيأ روضة الغناء رحمة كل وعزم وعزم وقهر وعصمة وحياء معجز القول والفعل كريم الخلق والخلق مقسط معطاء وإذا مثل فكأنه ينهو من صبا فيفوت سريع المسي من غير خباب فهو الكنز الملتصم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر الدم الذي يأخذ الباب إذا تخيلته أو سناه لها لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تهيرت الألباب في وصفه معناه فما يؤرب القول عن وصفه يعجز الواصفين أو يدرك الفهم منادة جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسن قول عهد الزنا للبدر عند تمامه لم يوصفه ولا تفنن وصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجل قدره العظيم وأوسعه فضله الأمين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك